Don't you believe it? Tough love, you take it or leave it. هاي ثاني يوم يعني سمكرة نشوف الموتر شنو وضعه شنو اموره. طبعا هو اول يوم ما اشتغلوا على الموتر الا شغل مبدئي، شافوا صبغه شنو تحتاج، شنو من امور تضطر ان نصلحها في الموتر. طبعا اليوم حاط لامي بس على الاماكن اللي صبغه فيهم فيها يعني حفر وطقات وذي. طبعا بتشوفون في الفيديو في الصور ان اللامي وايد، لكن هاي كلها راح ينحك زين وراح طبقه تصير اقل بوايد. وقبل يعني لو نتحكي عن المحل او شيء او نقول شلون شغله، بنصور لكم البروسيس كامل من A to Z، وبعدين بنقول لكم اذا يسوى او لا، وبنخبركم بالسعر وان شاء الله يضبطكم يعني. لكن مبدئيا يعني اذا انا قاعد اشوفه اوكي يعني عاد حاكم بس لامي، كواليتي مال لامي ماله اللي قاعد يستعمله وايد زين. رواني الشركه اللي قاعد يستعملها هو بعد بس مو متذكر اسمها. بس يعني جبنا حق الموتر اللحيه، قبل كنا شارينا لحيه وشارينا ليتات فبس ويركب عليه الليتات اليدات لحيه. اجستات الموتر كلها راح تتضبط وراح ينرش كامل. وطبعا نركز هاي رشه مو صبغه كامله، لا رشه يعني تسوي رفرش حق الموتر فقط لا غير. يعني اذا في اغلاط يمين يسار او شيء راح تتضبط مع الوقت، لكن ما راح يعني مثلا تفكك الداخليه او ان اماكن الباب يعني من هني. بس ان شاء الله يعني نتيجه حلوه. يعني عندنا هني الفتشات عند الليت بانيت هني كل ذي راح يتضبط. طبعا هاي هم الليتات قبلهم يظهرهم واحد من الصبيان الزبال صراحه نضاف، يبيلهم بس طقة مريض سريعه. يعني فرق عن اللي على الموتر. راح اللي على الموتر فغالب الظن بذاك الليتات شوف فيهم حركه تذكرها بتساوي يعني؟ ما منه فايده. ان شاء الله تشيك اوريدي الليتات بيكونون عندنا يعني. ايه فيمكن احتمال نسوي تهويه زياده حق التيربو اذا فيه فنت او شيء، ان نسوي فاتحه زين. طبعا اول مره شفتها عن حسن مراد لا يقول وقت الحركه زين. ايه هذا اللي بنسوي. اللحيه بعد راويتهم اللحيه يعني. ايه اللحيه بيتغير يعني 360 درجه الموتر يتغير شو مختلف؟ ايش مختلف ذي؟ زين حقك ما عليك زين. فالمهم راح يتغير 360 درجه. نركب له الليتات، نركب اللحيه، راح ننزله اكثر. في شيء حلو بعد بيصير عدل. ومن ضمن الاشياء اللي خذيناها يعني ما صورنا، يعني رفرش حق الموتر كامل. خذيت له اويل AMS كامل 5 لتر، وخذيت له فلتر لاينمنت شفتر. وقبلها فتره بدلنا له توايره، بدلنا سسبنشن نفس ما شفتوا، بدلنا فخذ قدام. يعني الموتر المفروض يكون جاهز 100%. فاي سموح اذا تشوفون كل شوي طالع الموتر انا قاعد بشوف اذا بسيط شيء. الامور لازم طالع، لازم تدري بالضبط هو ايش قاعد يسوي، ايش قاعد يفعل. بعد انت لازم هالعمال يعني اذا بيسوون شغل على الموتر سمكره وذي تتابعهم من اول يوم لاخر يوم، لان ما تبي ساعات يحط لك لامي زود على محل متكسر، لازم يحكه كامل ويرد يحط عليه لامي طبقه خفيفه ويرد يصبغ الموتر. فبنركز وياه ويوميا شباب يبيني اتكلم ايش قد هو زين. طبعا الياس انسان وايد زين. هو قال شنو اتكلم الحين شنو نقول؟ تكلم عني يعني عندك رفيج هديه في حياتك لهالدرجه. الله اي والله رفيج هديه. اي هديه صابغه لك بعد. لا انت هديه لي. اي شباب ترى صابغ للموتر هديه عيد ميلاده. صراحه اي شباب هديه عيد ميلادي الموتر. ولا انا ما افتكر في صابغه انا بيسوي اكل موتر هنا ان شاء الله حنصور لكم الباقي. الحين قاعد اصور لكم مقاطع شباب يمين يسار كذي. باص اللي تجي ها شلون؟ باص تجي اي باص الله صش ترى. شفت البي 6 ويل صدق اللي توجيه في السعوديه؟ لا الشنو؟ السعوديه 6 ويل؟ 6 ويل توجيه. اي لكن لا الدوينو كون. اي احلف دوينو ذي. بحط المقطع. فالمهم نفس ما شفتوا في المقاطع هاي حطوا اللامي الامور طايبه يعني لحد الان.
قاعد يشتغلون عليه شوي شوي حبة حبة. طبعا قال لنا الموتر بياخذ تقريبا 10 ايام ماكس. طبعا هذا بيكون تجهيز حق زلزال باذن الله، يعني ان شاء الله يمدي، لكن غالب الظن بيمدي، يعني بعد ما اخلص زلزال انا بعد بسوي تنافيس في الموتر، بنبدل الاير، بنتاكد في ليك بوست ما في ليك بوست، بننظف الثلاجة، بنرد نحط سيليكون دور مدوحة. ف ايه عقب ما نخلص كل هالامور، اذا خلصناها قبل تاريخ 10 الامور طايله، لان الايفنت تاريخ 10 وبس. دي يعني ابديت اليوم، ما نبي نزحمكم يعني فيديو طويل على ولا شيء، كل ما يسوي شيء زود نصور. طبعا عندنا موتر ثاني بعد، غالب الظن راح نشتغل عليه شغل سسبنشن، شغل تزويدي شوي بعد خفيفه. ف ايه بيكون له ريفيو بعد، نسوي له ريفيو، نسيت انا بعد صدق. قلنا شنو؟ نسوي له ريفيو. ايه وبس بي كونتنت وايد في اشياء ثانيه. خلاص بنبقى ضربته مساقه يحن، مشغلين ليتات يقول كهرباء. بندم يلا. هذه بعد كان الريبورت مال لايمن. شباب اللي عارف شو السالفه، يعني وين اللي اصب، وين اللي تعدل، وين اللي تضبط. خبروني. انا ما اعرف سولف لايمن بس انا اضبطها زين، طلعنا شيء اكثر. اكو هني اضبطها، اكو مكتوب 200 وقف خلينا مكتوب 238 238 اللفت والرايت نفس الشيء. شوف هاي البرايمري انجلز، هاي السكندري انجلز، زين. هو ضبطها وفي ارقام اكيد تبين اي واحد قبل اي واحد بعد، بس انا اللي متعود عليه هاي الورقه الملونه تبين لك احمر واخضر، هاي اللي متعود ما شفتها. الموتر سيده اذا صار من هنا التاير يا البادي سيده، حتى ما في كامبر كنسلنا ولا سيده، بس شوي مكمبر لانه هو نازل. اليوم سووا سوالف على الموتر، انا صراحه دشيت بس ما طالعت ولا ما طالعت؟ ما طالعت. انا طالعت من بعيد شوي، طالعت انه ركبوا اللحيه، فالحين نصور لكم شنو صار على الموتر. طبعا صورنا لكم اللامي، صورنا لكم كل شيء في الجزء اللي طاف. اليوم نصور لكم الترتيبات اللي صارت اليوم، مو الجزء اللي طاف، الفيديو اللي طاف. لا سميته جزء. جزء هاي بيكون بروحه، ذي بروحه. هاي بروحه. الجزء الاول كان سسبنشن، لا نشتري الاغراض، الجزء الثاني سسبنشن، الجزء الثالث السمكره يبنى، الجزء الرابع طقوا اللامي، واليوم الجزء مر الرابع ولا الخامس، كنا الرابع مر والله. جميل جدا. نعم جميل جدا. ف متحمس قسم بالله، طالع كنا لمحت على صوب كذي، على صوب لمحت الليت، عرفت. 1 2 3 بسم الله. اوه ماي جاد، ما شاء الله والله تغير شكلك صدق، صار حلو باللحيه. طبعا مو الشكل النهائي يعني على الليتات ذي، الليتات بعد تبدلوا. هاي الليتات نفسهم اللي رويناكم اياهم شباب، هاي هم طقة بوليس طبعا ابدي لهم فيهم تنظيف بسيط يطلعون نيو ان شاء الله. ما شاء الله والله فعلا شكله صح. طبعا هاي مو الشكل النهائي حق اللحيه، لان توا طاقينها براغم ثابتينها زين، نفس ما تشوفون هني. حاليا ركبوا البراغي حق يحكونها ويشتغلون عليها كامل مع البامبر. زين شباب، طبعا الحين الموتر بيوقف باكر، ما بيجي يسوون فيه شيء، يمكن بس يعدلون بعض الاماكن اللي تحتاج اجستات هالسوالف. زين ليش؟ لان الحين حاطوا البادي فيلر، بس يحتاج وقت، هذه البادي فيلر يحتاج وقت انه ينشف. زين علشان ليش؟ لان الجو الحين بارد، مو نفس الصيف. اذا كان الصيف بينشف بسرعه، بس بسبب ان الجو بارد يطول لما ينشف، فهم يبون يتاكدون ان البادي فيلر نشف عدل، علشان شنو بيكون يحكون الموتر كامل بالاماكن اللي حطوا فيها البادي فيلر. طبعا انتم تشوفون هني ان البادي فيلر صاير وايد اماكن، خاصه هالمنطقه اللي تشوفونها انه وايد، بس عقب ما بيحكونه بتصير قطعه صغيره. هم بس ليش يغطون قدر المستطاع من المنطقه؟
عشان وقت اللي يحكون يضمنون ان المكان اللي يبونه ينسمت عادل. زين عقب ما يخلصون حكاك كامل، طبعا هم بيحكون البادي فيلر كامل وبيحكون صبغ السيارة. عقب بيصير شنو؟ بيبقى عليهم انهم يبطلون الاغراض اللي تحتاج تبطيل، هاي الزيجات وهالسوالف. بعدين بيعطونا كوت برايمر، بعد بيخلونه ينشف. عقب بيحكون البرايمر، بتكون اخر خطوة اللي هي الصبغ والحكاك. متحمس وايد متحمس شباب، وايد متحمس ما شاء الله يا اخي. مره شنو وايد متحمس. اوكي مثل ما قال لكم العبد، قال لكم انه طريقته، انا ما اعرف طريقته شلون، بس انه لازم تنطر عليه شوي. سمعتوا في المقطع اللي طف من هاي كامل. الحين يضبطون الموضوع كامل، يعدلونه هني. اوكي عندكم هاي الجهه الثانيه بعد بكملونه. بيحكون الموتر كامل المفروض، لا؟ اي كامل بيحكون السيارة، المفروض انه كامل يحكون صح. بيحكون السيارة. بعد بيردون يبطلون بنابر والاغراض والليتات وكل شيء لازم بيتبطل. بس اول شيء هم شنو يخلون كل شيء حاجه يعدلون اجستات ولا ما كل تحتاج بادي فيلر تتضبط على الاجست الصحيح. عقب بيبطلون كل شيء، يعني كل شيء بينصبغ بروحه. مثلا عندك الجناح اتوقع حتى البنابر بيصبغونهم بروحهم، كل شيء بيكون شغله بروحه. عقب بيردون يجمعون الاغراض مره ان شاء الله. يلا شباب نتلقاكم في الجزء الجاي. اتوقع ايش كثر يحتاج الموتر لما يخلص؟ يمكن يبيله، احس لحظه خلنا ننزل على الضوء. يمكن يبيله لما يخلص اسبوع الجاي نخلص الموتر. والله هو شوف يعني على كثر ما هم بيشتغلون بيخلص ان شاء الله. بس انا اتوقع يعني نقول نعطي اسبوع وشوي. اسبوع؟ انا اقول اسبوع، يمكن اسبوع شوي الى اسبوع المفروض انه يكون باظ ان شاء الله. يلا قول لهم نتلقاكم في الجزء الجاي. نتلقاكم في الجزء الجاي ان شاء الله. وسك الكاميرا. هاي هو الاربع الكبير. السلام عليكم ورباب. وعليكم السلام. طبعا شباب هاي الشخص اذا بتيون لهني شغل ميامي سمسم وكلا. ايوه نفس الوكاله بالضبط. ها نفس الوكاله ضبطكم ما شاء الله، حتى ما في فارق ما في شيء. طبعا في شيء باين هنا اكو، لا في فتشات ولا شيء. اي شخص شباب بي هني الجراج جيب جالس يكلم هالشخص الطيب ذي، نتفق وياكم على سعر حلو ان شاء الله. يلا تراقبوا ان شاء الله شباب الجزء الجاي بعد. ما شاء الله. طبعا اليوم هنا هاي طبعا اليوم الثاني. اليوم الاولي امس صورت لكم عبد الله كان متواجد والياس كان متواجد، شرحنا لكم عن الحكاك وهاي الاشياء اللي صارت، صورنا لكم كل شيء. واليوم شنو؟ جاي نتابع الموتر. تكمله مالت الموتر. تكمله نشيك عليه، لان اذا احنا ما تحركنا الريال ما بيصبح. تعرف الحركات على قولتكم الصناعيه. وباذن الله كذا خلال يوم كم يوم بدنا في الصبح ان شاء الله. الحين اوريدي خلاص خلصنا كل شيء مثل ما شرحت لكم فيديو طاف، مو بكرر كذا مره. فالحين شغل مشغل السياره خلاص، حكوا الموتر وحكوا شو يسمونه اللامي اللي موجود على البانيت على البادي كامل. وراح ندخل الموتر الحين هني نشغل السياره وندخل السياره هناك. ما في شيء ثاني اقدر اقول لكم شباب صراحه، يعني لان خلاص ما في شيء ثاني ازيد وحيد، لان خلصنا من الموتر كامل. الحين شغل السياره بس. ما عندي لحظه. الياس قاعد يركب الكمبيوتر. خليكم ويانا شباب نراويكم شنو، لان كل شيء خلاص تكلمنا عن الموتر، قلنا انه حكاك، قلنا بنسوي فيديو مفصل بروحه انه شنو يسوي الحكاك، شنو الصبغ، شنو اول شيء ينحط، شنو ما ينحط، بنخبركم عن كل شيء. بس الحين نخليكم بس ويانا يعني تشوفون الاشياء اللي هو يعني كانكم ويانا، عرفتوا؟ الحين بس بنشيل
بنشيل بس السيارة من هني بنوديها برا، لأن عشان يحكونها كامل السيارة. طبعا ما بيحكونها هني، بيحكون السيارة برا صوب الجراج من ذي الصوب يعني. فهمتوا اللي قصدي؟ فالحين خلاص بنشيلها. أول شي ناطرينها تسخن شوي وبنوديها ذاك الصوب برا. رج عطني كلمة جميلة حق السيارة بعد ما شفتها كذي. طبعا كأول انطباع اللي هي راكبة حسيت الموتور تغير صدق مو مظبوط، لكن تغيير الليتات اهم شيء. الليتات كنا ناطرينها من زمان يركب. اوف الليتات فالحين يصير واضح. يا مصيب. انا بصيده خايس. انت كلمتك شنو حق الموتر؟ خايس بصيده. ليش؟ ما سد الفتحات. في كسر ورا البمبر ما حق ضابط بعد. صار له يومين قال بيحك ما حق. زين. عقب باكر نروح يا محل الصبغ ونشوف شو الصبغ اللي بياخذه. قلت له اول ما تقعد من النوم اتصل لي. نشوف اذا بيتصل. يا الزمن اقول لك من الصبح هني احنا. يلا خل نحرك اوكي. هذا شلون برايمر ذي؟ بالبروش لا؟ بالجنة ولا عفوا. بعدين بروش؟ هذا اكثر. يحطون البرايمر بعد اول مرة تشوف. لا ترى مرسوم. اول مرة ردت صراحة. لا عارفها. مو البرايمر اللي مو حق اللي قبل الطبول. انت ما قال لك عشان يثبت على الوجه. طبعا هاي من الجهة الخلفية شباب. الموتر بدون جناح شكله وايد احلى، يعني نغير عن قبل كان جناح بدون جناح عشان يميز الموتر. طبعا سليم قاعد يشتغل في الموتر الحين ما شاء الله، يتأكد كامل كل شيء. هذا يعجبني فيهم انه مو بس ماكينة ويشيله، لا النبي هذا عشان يتأكد الماكينة لأنها تحف وايد. والله تسلم الأمل ما تقصر. ساعاتهم والله وايد ساعات. وايد ما شاء الله. ما عليه يدك شيء العبد تعورت. اكيد تبغى بدون جناح؟ ما ادري احس احلى من الجناح. والله احس كذا احلى. مو سالفه بس اكشن، بعدين فكرت فيها 3 قطع. لا بعد تعال سد الفتحات، تعال سامكر. احتمال نركب 3 قطع شباب شي يعني. من زمان.